الفرق من الشخص الناجح والشخص العادي حاجة واحدة بس: دماغه. دماغك هي اللي هتحركك تكون احسن او تفضل زي ما انت، وده اللي بتقوله الكاتبه كارل دويك في كتابها مايند سيت اللي كلمتك عنه قبل كده. فلو ما تعرفش انت اي عقليه من الاثنين، ضروري تتفرج على فيديو عقليه الثبات وعقليه النمو اللي هتخليك شخص ناجح ومميز عموما، مش بس في سوق العمل. اول حاجه، نقي الناس اللي بتقعد معاهم ودور على اللي يساعدوك تكون احسن، وتجنب اللي ما بيعملوش حاجه في حياتهم وبيرغوا على الفاضي. ولو مش عارف، دور على الانترنت على الناس الناجحه اللي نفسك تبقى شبههم، اقرا عنهم وحاول تعرف عملوا كده ازاي. كمان تابع محتوى يفيدك ويساعدك تكون احسن، ومع الوقت هتلاقي نفسك اتغيرت للاحسن. تاني حاجه، بطل تشتكي من كل شخص وكل حاجه حواليك وتقول هم السبب. الناس اللي بتعمل من كل حاجه حواليها شماعات عشان تعلق عليها فشلهم ما بيعملوش حاجه ومحدش بيفتكره، وانت مش من الناس دي. تالت حاجه، عشان تكون مختلف ومميز دايما في جديد تتعلمه. تخيل بس لو قعدت 40 يوم لمده نص ساعه بتتعلم حاجه جديده، وسجل انجازاتك حتى لو بسيطه، وقارن نفسك قبل وبعد اللي اتعلمته، واوعدك هتلاقي فرق يشجعك انك تكمل. اظن بقى دي فرصه انك تلاقي شغفك اللي قاعد تدور عليه، ومخلينا احنا كمان كل شويه قاعدين ندور معاك عليه. رابع حاجه، تقبل النقد وميز كويس بين اللي بينتقدك عشان تكون احسن وبين اللي بيحاول يثبت انك غلط. وعشان تتاكد دايما اسال الطرف التاني: طب انت شايف ايه الحل من وجهه نظرك؟ هتلاقي دايما اللي بينتقدك عشان تكون احسن بيساعدك تلاقي حلول. وده بقى ياخدنا لخامس واخر حاجه: مفيش مشكله ملهاش حل. فلما تقابلك مشكله بلاش تحبط بسرعه، ولما تحس ان فعلا مفيش حلول ممكن تاخد بريك او تتكلم مع حد عنده خبره عنك في النوع ده من المشاكل، وده مع الوقت هيديك خبره وهيخليك تشوف الموضوع من منظور مختلف. في النهايه خليني اقول لك حاجه: اعمل حسابك انك بتعمل ده لنفسك، مش علشان ترضي حد او تثبت له ان انت شخص كويس. نجاحك وراحتك النفسيه ليك انت مش لحد غيرك، وده اللي انت محتاجه في كل حته مش في سوق العمل بس. هستناك تقول لي في الكومنتس بتعمل كام حاجه من الخمسه اللي قلنا عليهم. ولو عايز تسلك في سوق العمل ما تنساش تتابعني على كل البلاتفورمز: يوتيوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.